السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. فيديو النهاردة أخيرا بيع الحمام اللاحم الفرنسي البيور. كل اللي في السلكات ده هنبيعه يا جماعة. حوالي 23 قص هنعرضهم كلهم للبيع إن شاء الله. المكان لو أول مرة بتشوفنا، مكاني دمياط القديمة. رقم الموبايل واتساب وفودافون كاش 010 63 66 9413. التواصل واتس برسائل مكتوبة، لان المكتوبه بتكون في صالحك انت. ده بيحفظ حقك، بيكون معاك مستند بين البائع وبين المشتري بمحادثه اللي هي الواتساب المكتوبه. يعني لو حصل اي خلاف بتقدر تنشر المحادثات دي افضل من المكالمات. مفيش شحن حمام الا بعد تحويل ثمن الحمام على فودافون كاش. الاماكن المتاح لها شحن من دمياط، لان انا من دمياط، هي القاهره موقف عبود او موقف السلام، اسكندريه طبعا لموقف المحافظات، المنصوره، بورسعيد، الاسماعيليه، وده بيكون لمواقف المحافظات بس يا جماعه. مواقف المحافظات، باكد تاني عشان محدش يفتكر ان الحمام هيوصل له لحد بيته. ده لاننا بنشحن في سياره الركاب. انا بروح الموقف، العربيه اللي رايحه محافظتك وهي ماشيه، العربيه جاهزه، انا ما بكونش عارف السواق ولا حاجه، بقول له خد الحمام ده وصله وبعطيه رقم المشتري. وقبل ما امشي من الموقف بخلي السواق يكلم المشتري او المشتري يكلم السواق ويتواصلوا مع بعض. وبرضه بيتفقوا على اجره السواق اللي هي اجره الشحن يعني. وطبعا اجره الشحن بتكون على حسب الكرتونه حجمها وعلى حسب المكان اللي حضرتك هشحن لك له الحمام. قبل ما نبدا الفيديو، عايزك توقف الفيديو كده ثواني، تنزل تعمل لايك وتكتب تعليق، تصلي على النبي وتدعي للبائع والمشتري بالبركه، ربنا يبارك للبائع والمشتري، وتقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. عشان احنا هنعرض كل الحمام اللي عندنا. الحمام اللي هو تعب يا جماعه، الحمام ده تعبي، اللي انا بتعب فيه، اللي محدش بيبيع تعبه، محدش بيبيع تعبه بالسهل كده. فانا بديكم الحمام اللي عندي الاصول بتاعته، وببدا تاني ان انا اجهز من الشباب اللي في الارض دي، ابدا اسكن السلكات تاني واتعب التعب ده من جديد. كل ده عشان خاطر عيونكم، عشان تكون كل الناس مرضيه. اللي هي هبيع لهم من السلكه كل قص على الطبيعه، على عيبه وعلى مميزاته، هتعرفها دلوقتي. طيب، سؤال كل واحد مشتري حمام بيساله، وكل واحد يقول لك الحمام ده بيلحم على كام يوم؟ طبعا سؤال صعب جدا، اصعب سؤال بجاوب عليه. اللي هو بمعنى ايه ان هو صعب؟ صعب ليه؟ يعني مثلا القص ده برضه هبيعه على حسب سعره. القص ده معاه جوز غليل اهو، اقسم بالله جوز الزغاليل اللي معاه دول فاقسين، وهو الحمام لسه معاه الزغاليل التانية. انا ما فطمت الزغاليل اللي كانت مع القص ده بعد ما الزغاليل دي فقست، يعني كان معاه زغاليل ومعاه زغاليل في وقت واحد. تمام؟ يبقى بس هل هو كده على طول؟ لا، ممكن بقى المره دي فقس كده او لحم كده، المره اللي بعدها يتاخر، المره اللي بعدها ممكن ما يبيضش المره دي غير بعد ما يفطم الزغاليل دي. تمام؟ وطبعا احنا عارفين ان فيه رعايه وفيه فيتامينات وفيه حاجات من دي، وفيه كلفه متوازنه لازم تعطيها للحمام عشان الحمام يلحم معاه. القص ده انت شايف بسم الله ما شاء الله معاه زغاليل قربت لحجمه، بسم الله ما شاء الله، من القصوص الغاليه برضه، مش من القصوص اللي هو عشان ما لحمش العش. يعني الزغاليل بتوعه دول قربهم يتفطموا او المفروض انهم كانوا يتفطموا، لكن انا سايبهم له. حد يقول ان هو عنده قص ما بيبيضش الا ما يفطم الزغاليل. طيب القص ده عمل كده المره دي، هل هو كده كل مره؟ لا، مش كده كل مره. طب انا فرحان بيه ان هو كده، انا فرحان وسايب له الزغاليل ان هو ياكلهم يعطيهم منها. حتى لو القص ده حصه، انا سايب معاه الزغاليل لحد ما البيض التاني يقرب يفقس. هو خلاص قربهم يبيضهم. ده طبعا لو ما اتنقلوش من المكان، لو بعتهم برضو هياخدوا حوالي 15 يوم على ما يتعودوا على المكان الجديد. تمام؟ يبقى ده عشان السؤال اللي هو الناس اللي بتقول بيلحم على كام يوم. طبعا انا افضل اي مشتري ان هو يجي يستلم الحمام بنفسه ويعاين الحمام وهو يستلمه من بيتي من المنزل، يشرفني طبعا. ده بيكون اريح ليا وافضل للمشتري اللي هو بيحب يشوف حمامه بنفسه. طيب، علشان ما حدش يزعل مننا، الاولويه للبيع اللي احنا هنعمله دلوقتي ده للناس اللي كانوا مكلميني من زمان على الواتساب ومش في اي حاجه تانية. وكمان لازم يأكد ان هو عايز الحمام بعد نشر الفيديو. ان ما كلمنيش، اللي ما يكلمنيش تاني ويأكد عليا ان هو عايز الحمام، انا هعطي الحمام للي يكلمني. معلش اعذروني، اللي هيأكد عليا، لان في ناس كتير بيكونوا مكلميني واجي اكلمه يحرجني، يقول لي ان هو اشترى، انت لسه فاكر حاجات زي كده. فمعلش معذرة، اللي مش هيتكلم تاني هعطي الحمام للي يطلبه. انا مرقم سلكات كده من 1 حتى 24 كده، الرقم اهوت. هنبدأ برقم 1. طبعا انت هتتفرج وتشوف القص الحمام وشغله وسعره، اذا عجبك هتقول لي انا عايز القص ده، تختار بنفسك من السلكات.
طبعا القص رقم 1 ده احنا يا جماعه قلنا لسه مش هنبيعه دلوقتي عشان لسه بنكون منه سلاله اللي هو اللاحم السلفر. لسه ما عنديش بقى، بنحاول نكون منه سلاله قبل ما نعرض منه للبيع. يبقى هنبدا على طول برقم 2. ده القص رقم 2. ده قص شباب لسه هيبقى اول شغله ان شاء الله، هيحصم على طول باذن الله. انت شايف السلاله وشايف الحجم بسم الله ما شاء الله. افضل ان انت ما تاخدش القص ده وتسيبه لي لما اجربه واكشف على بيضه. هو يحص في خلال ايام ان شاء الله، لكن طبعا اللي ياخد القص ياخد حوالي اسبوعين على ما يتعود على المكان الجديد. ده سعره 350 جنيه على وضعه كده. لو حصه وجربناه هيبقى 400 جنيه ان شاء الله. ده رقم القص رقم 2. القص رقم 3 اهو ان شاء الله، تحته حصى شغال قبل كده 20-3 يعني مش كتير. اقصى حاجه في الحمام اللي عندنا يا جماعه شغلها من السنه اللي فاتت بس، يعني نقول بقى لها سنه. تحته حصى معمر، سعره 400 جنيه. تمام اهو بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخد. ده القص رقم 4 اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، حاجه محترمه. ده 400 جنيه، تحته برضو حصى مخصب بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخده. القص رقم 5. ده القص رقم 5. ده الذكر اللي بالعلامه الحمراء ده، وده النتايه اللي بالعلامه الزرقاء دي. طبعا ما لهمش حصى لكن انا مجربهم ازاي. الذكر كان اخد نتايه تانية والنتايه دي كانت اخده ذكر تاني. عجبني شغلهم فقلت اجوزهم على بعض لان حجمهم حلو. دول هيكونوا 400 جنيه. انا مجربهم طبعا. الحاجه اللي بقول عليها دي يا جماعه لغايه دلوقتي بضمان. اللي هقول لك عليه بعد كده من غير ضمان هقول لك عليه من غير ضمان، وزي ما تحب يعني. دي النتايه دي كانت اللي هي في راسها الازرق دي، شوف حجمها اكبر من الذكر ما شاء الله. كانت اخده ذكر رومي ومعاها زغاليل. اوريك زغاليلها. ده الزغلول ده اللي فيه الحته البني ده ابو رومي اهو، والزغلول التاني اللي جوه ده اهو باين اهو. ايوه راحوا الزغلولين مع بعض اهم بسم الله ما شاء الله. حجمهم يعني تهجينه الرومي على اللحم، ذكر رومي وانتهى لحم حجمها محترم، بيطلعوا زغاليل محترمه. بس انا طبعا انا كنت عايز اسيبهم اكل من ولادهم، لكن عشان الطلب مني لحم كتير فاخدت النتايه جوزتها للذكر ده، يعني عشان تكون عارف ايه الحكايه يعني. والذكر برضو مجرب على انتهى لحم، بس انا حبيت ان هم اطقمهم يعني الجوز لايقين على بعض. رقم 6. ده تحتهم حصى. النتايه دي اول شغلها مع الذكر ده، كان شغال قبل كده اللي هو الذكر اللي على الشمال ده شغال قبل كده، والنتايه دي اول شغلها. كشفت عليهم الحصى مخصب. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا لسه طالعين من الصيف، ناس كتير لسه عازلين الحمام. انا بدات الموسم بدري عشان ان انا ارضيكم، فما تحكمش على انتاج الحمام لسه من الوقت، لسه الموسم ما بداش، فانا بدات بدري. ده سعره برضو 400 جنيه. رقم 7. رقم 7 معهم الزغلول ده. البيضة التانية افتكر كانت اتكسرت او ما فقستش. طبعا احنا في صيف زي ما قلنا، فما تحكمش على الحمام في الصيف. ومحصيين الحصوايه الاولى، انا حتى لسه ما كتبتش عليها التاريخ. تمام اهو، لسه بننتظر ان هم يحصوا الحصوه التانية. ده سعره برضو 400 جنيه. القص رقم 8 معاه زغلولين ان شاء الله ما شاء الله، مأكلهم كويس يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. رغم ان ده اصغر شويه بس مشبعين الاثنين. زي ما قلت لك ان احنا في الصيف اهم حاجه ياكلهم الزغلولين، مش مشكله واحد صغير واحد كبير. والقص ده ان شاء الله يبيض قريب، بس احنا نحط لهم طاجن كده ان شاء الله بعد ما نخلص تصوير. ده اذا ما حدش خده، لو خدته ممكن يقعد عندك 15 يوم. رقم 8 ده سعره 400 جنيه. القص رقم 9 ده اللي قلت لك عليه المرة اللي فاتت، بيطلع زغاليل حجمها حوالي كيلو وربع. الزغلولين بيلحم يعني بتلاقي معاها زغاليل وزغاليل، لكن ده مش معظم الوقت عشان برضو ما تقوليش انت قلت لي. لكن هو اخر مرة اقسم بالله انا شايل الزغاليل اللي فطمتها ومعاه زغلولين صغيرين كانوا فقسهم.
القص ده يا جماعه 500 جنيه للي عايزه، اللي مش عايزه يعني خلاص سيبهولي. تمام. ده القص رقم 10. القص ده اهو، طبعا كنا عازلين الحمام لسه اول ما يشتغل في الصيف مع حصويتين مخصبين. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. برضو القص ده 400 جنيه. قص رقم 11 اهو يا جماعه. ده انا كنت مبدل دكر بنتايه. بسم الله ما شاء الله، اما تشوفهم هتشوف الحجم، تمسك في ايدك هتلاقي حمامتين، هتلاقي قص حمام محترم. شوف كده اهو يا جماعه، القص على بعض اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بنتظر ان تاء تحصي في اي وقت، ممكن قبل الشحن تكون حصت ان شاء الله. ملحوظه يا جماعه، لو اي قص عليه بيض مش هشحنه، لان احيانا البيضه بتتحشر وقت الشحن. البيع مش هيكون لا بزغاليل ولا ببيض، علشان مش هينفع اشحن لحد البيض والزغاليل. طبعا البيض هيتكسر في الطريق والزغاليل هتموت في الطريق، ده حاجه لازم برضو نقولها للناس. يبقى ده 11 ب 400 جنيه. رقم 12 بسم الله ما شاء الله، الدولي الزغلولين تحت اهم. هنشوف كده القص فوق اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. النتايه بتحصي دلوقتي ان شاء الله، قاعده في الطاجن عشان تحصي. ده 450 برضو، اللي عايزه يقول لي، اللي مش عايزه ما حدش يقول لي غالي. يعني انا من القصوص اللي انا بحبها، رغم ان هو متاخر في البيض المره دي، لكن المرات التانية ما بيتاخرش. خلاص تمام كده. وحتى لو اتاخر ما عنديش انا مشكله في التاخير، المهم عندي ان هو يجيب لي زغلولين محترمين زي كده. القص رقم 13 اهو يا جماعه، تحته بيض اهوت مخصب ان شاء الله. ده من القصوص المحترمه، شايف ما شاء الله الحجم، الشكل، كل شيء في مواصفات الحمام اللحم. ده برضو 450 يا جماعه، حاجه من القصوص اللي تحبها. القص رقم 14 ده القص ده اهوت، القص مع زغلولين. طيب فيهم عيب الزغلولين دول. المره دي طلع فيهم العيب ان هو الريش بتاعهم مش مكتمل. هم كانوا على فكره قرع عن كده، لكن هقول لك على حاجه، انا محتاج زغلولين كبار زي كده ان انا اكلهم. ما عنديش مشكله ان هم طلعوا المره دي ريشهم مش حلو، وانا عارف هم طلعوا ريشهم من حلو ليه، لان انا شغلت بادويه تانية كتير، فالحمام كان ناقصه املاح معدنيه، فانا شغال معاهم بالجروفيت بلس في الميه دي. الريش ده كاسه كتير عن كده، لكن مش مشكله لما ناكل الزغلولين دول المره دي. لكن حجمهم ممتاز جدا جدا جدا. دول سعرهم 450 جنيه. القص رقم 15 اهوت ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمامه اللحم البيور اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. زغلولين محترمين بننتظرهم ان شاء الله يحصهم في اي وقت. زي ما قلت لك احنا في الصيف. سعرهم 400 جنيه. رقم 16 اهو يا جماعه القص، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ده رقم 16. هم بيحضروا عش هنا في المكان ده، طبعا السلاكه فيها رف فوق. ده القص اهو يا جماعه، معاه الزغلولين دول لسه عمرهم صغير بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. حاول كده، هم بينزلوا من الطاجن كده، معرفش يعني ايه، بيحبوا يتهوم. وهو على فكره افضل في السن ده انهم ايه ما يعرقوش في قلب الطاجن. الزغلولين اهم، والاهالي بتحضر العش، مش مستعجلين عليهم يعني ولا حاجه، احنا لسه الجو حر، لسه الموسم ما بداش. سعر القص ده سعره 400 جنيه. القص رقم 17 اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، يعتبر اول شغله ده تقريبا. معاه زغلول حجم كبير. البيضه الثانيه كانت اتكسرت، لكن الزغلول اللي معاه بسم الله ما شاء الله. حاول كده نجيب الزغلول من الاهالي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاهالي مأكلينه كويس جدا جدا، يعني ان شاء الله يبقى زغلول كويس، وان شاء الله المره الجايه يطلع الزغلولين. القص ده سعره برضو 400 جنيه. القص رقم 18 احنا كنا بدلنا دكر بنتايه، طبعا اللي ما بيعجبنيش فببدله، لذلك انا اعرضه ب 300 جنيه. هتاخده ب 300 جنيه، هتاخده من غير ضمان. هتستنى اما يشتغل يبيض واجرب البيض واكشف على الحصى بتاعه، هيبقى ب 400 جنيه.
هو زي ما يعجبك، لكن هتاخده بال 300 جنيه هيبقى زي ما هو كده على وضعه. تمام. القص رقم 19 اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك لصاحب النصيب. تحته حصى مخصب، طبعا برضو لسه بنشغله اول عش في الصيف ده، بعد يعني عشان نبدا الموسم بدري. تحته الحصويتين مخصبين، وده اللي يهمنا. ده اشتغل حوالي 20-3 في الموسم اللي فات. تمام. يعني الحمام ده كله يا جماعه ما فيش فيه حاجه اكتر من سنه. القص رقم 20 اهو، بسم الله ما شاء الله، ده معاه حصى مخصب اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ده القص اهو، تمام كده ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخدهم. ده سعره 400 جنيه. طيب لسه في 4 قصوص بره، لكن قبل ما نعرض ال4 قصوص اللي بره هقول لك، انت شفت حد قبل كده بيبيع الحمام اللي في السلكات عنده، اللي هو اصول الحمام اللي عنده؟ انا ما اظنش ان حد بيعمل كده، لكن ده اللي احنا حبينا نتميز بيه، ان احنا بنبيع لك الحمام اللي احنا الحمام بتاعنا، الاصول الحمام بتاعنا اللي احنا مجهزينه لنفسنا، بنبيعه ونرجع نتعب تاني نعمل حمام جديد من اول وجديد اما نجهز يعني. انا ما اظنش ان حد بيعمل الحته دي، لكن طبعا عشان نكون مميزين. حاجه كمان لازم تكون عارفها، تسليم الحمام بدايه من الاسبوع القادم، يعني من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله، من يوم السبت ابدا اشحن الحمام، وهيبقى على دفعات. معلش عشان انا راجل كبير وما اقدرش ان انا اشحن الحمام ده، اروح الموقف كذا مره، الموقف بعيد عليا، فهحاول كده يعني ايه، ادوني فرصه اخد نفسي ان انا اجهز، لان انت عارف عم بجيب كرتونه وبشحنها، موضوع مجهود كبير محدش يعرفه غير اللي شحن الحمام قبل كده. القص رقم 21 القص اهوت، بسم الله ما شاء الله، اول شغله اهوت، تحته زغلولين. سعر القص ده 400 جنيه. ده القص رقم 21. القص رقم 22 اول شغله برضو، السلكه دي كلها اول شغلها، اول عش يعني، ما بطش قبل كده خالص غير هو الحصويتين دول. برضو تحته زغلولين تقريبا فاقسين مع الزغلولين اللي فوق. اتمنى من اللي هاخدهم ان هو يسيب لي القصوص دي اسبوع كمان، ياكلوا الزغاليل دي شويه، يقوموهم شويه، وبعد كده ياخدهم، يبقى كتر خيره يعني. تمام. ده برضو سعره 400 جنيه. قص 23 ده برضو قص لاحم، طالعين كده طفره بدبوس فيهم كل مواصفات اللحم، لكن الدبوس دي كانت اول مره اشوفها. طبعا كانوا زغلولين فاقسين مع بعض، نتاها طلعت عيش لكنها كانت متجوزه ذكر تاني، فانا فضلت ان انا اجوزهم لبعض. هم اخوات اي نعم، لكن هم باضوا تاني اهو، النتاها باضت تاني، يعني هي طلعت جوز زغليل قبل دول، وده اول حصوه تانيه في العش التاني. برضو سعرهم 400 جنيه. القص ده رقم 24 اهو، معاه بيض، اول شغلهم برضو، كل اللي في السلة كده اول شغله. ده اهو القص، اول حصى يحصيه، بسم الله ما شاء الله، البيض مخصب. شايف جفن العين يا جماعه اهو، الناس اللي بتدور على الجفن اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.